السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هاخدكم في جولة جميلة جدا جدا جدا. هاخدكم وافسحكم وهوريكم حتت واماكن حلوة قوي قوي في الشاطئ اللي انا فيه ده. بس قبل اي حاجة دعواتكم لاياد، لان اياد النهاردة بصراحة في الشاطئ ده دخل في رجله خشبة كده فيها مسمار. ورجله اتفتحت بصراحة، وطبعا ندوله في الاستقبال في الشاطئ اللي كنا فيه طبيب يعني، وجابوا له ليمونة كده وسخنوها وطهروا له بيها الجرح وربطوها له. فاتخضينا شوية بصراحة، لأن الدم كان كتير جدا جدا، لأنه كان مسمار كمان مصدي. فهو إياد الصراحة موعود كل سنة يحصل له حادثة في رجله. فدعواتكم ليه كده، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويتم الشفاء على خير. طيب بقى، أنا هاخدكم فين النهاردة؟ أو قبل أي حاجة لازم تتفرجوا على الفيديو للآخر. مش والله عشان المشاهدات، لا أبدا، بس عشان آخر مقطع في الفيديو كان فيه تصوير الجزء الخاص بكبار الزوار في غزالة. احنا في شاطئ غزالة اللي في البوسيت. منتجع حلو جدا جدا. طبعا اغلب اللي بينزلوا فيه المفروض ان هم لواءات وكبار يعني من القوات المسلحة. طيب الشاطئ دخوله كام؟ دخوله 120 جنيه التذكرة. سواء كان الطفل او كبير 120 جنيه. ولو هتخش البسين هيتضاف عليهم 50 جنيه. الشاطئ موجود لحد الساعة 7 مساء. قمة في النظافة، قمة في الجمال، قمة في الروعة. طبعا في حمامات، في جوه سوبر ماركت. أنا باخدكم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. أنا بمشي بيكم بالكاميرا داخله لكم على الجزء الخاص بالبسين. الشماسي زي ما انتم شايفين كده بتبقى برجولة كبيرة. فبتحجب أكبر قدر من الشمس. زي ما انتم شايفين الظل على الأرض على الرملة كبير جدا. فانت هتقدري تاخدي أكبر عدد من الكراسي زي ما انت عايزة. بحد أقصى طبعا 7 كراسي. انا ماشيه بيكم اهو. بصوا في جزء دلوقتي كده هتلاقوه في الارض، عباره عن زي حوض صغير بيحطوا فيه ميه، بحيث ان انت تغسلي رجلك من الرمله وانت داخله على الجزء الكافيتيريا. وجزء الحمامات الدش اهو. بصوا الناس هنا بتغسل، المفروض بتغسل رجلها قبل ما تخش على الجزء البسين او جزء الحمامات، او هتخش على الكافيتيريا. في كمان في دخلة الغزالة في جزء كده عاملينه جميل جدا بصراحة، ظريف. جايبين حمام زاجل وابيض والوان كتير، بصراحه ظريف جدا. وطالقينه يعني على الارض، سايبينه على الارض بحريته، بحيث ان الناس تبقى حاجه مبهجه ليها وهم داخلين. طبعا زي ما انا قلت لكم، الصف الاولاني والصف الثاني بيبقى للقوات المسلحه، الضباط واللواءات. الا اذا ممكن يعني مجامله ممكن يقعدوكي في الصف الثاني، وانا الحمد لله ربنا كرمني وقعدت في الصف الثاني. معظم طبعا القرية بينزل فيها زي ما انا قلنا القوات المسلحة. كل العماير اللي انتوا شايفينها ورا دي بتبقى شقق او شاليهات، بتبقى بتقدري تأجريها. بصوا منظر البسين ده. طبعا انا مصوره لكم الصبح بدري، لان انا رحت الصبح بدري قبل ما الدنيا تتزحم. وما كانش في اعداد كبير. اول ما الظهر ادن بقى الاعداد ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بقت كويسه. طب ايه اكتر عيب انا يعني واجهته في غزاله؟ هو العيب يعني ممكن ما يبقاش عيب قوي لمعظم الناس، اللي هي كان في اغلب اللي موجودين على الشواطئ لابسين مايوهات ولابسين بيكيني بكميات مهوله. يعني انا اتفاجئت يعني، لان طبعا انا باجي مرسى مطروح كتير كل سنه. كان اول مره اشوف الاعداد دي كتيره. وكنت بنزل في غزاله، يعني كان بيبقى في اسره او اسرتين، انما السنه دي اسر كتيره قوي قوي كانوا لابسين مايوهات وبيكيني. فاي واحده بقى خايفه على جوزها ما تاخدوش ما تاخدوش، لان هي مش هتبقى ملاحقه اصلا لو هو بصباص يعني وكده. فما اقعدي بيه يا مدام في البلكونه. فانا طبعا بما ان انا ما بقعدش بجوزي، هو اللي بيقعد بيا، فانا كنت مجبره ان انا اروح شاطئ غزاله. بس ما كناش ملاحقين يمين ولا شمال. حتى في الفيديو دلوقتي هيبان يعني البيكيني والمايوهات وكده يعني. هاخدكم بقى في اخر الفيديو، هصور لكم اللي هو القاعة، الجزء عاملين جزء خاص، شاطئ خاص لكبار الزوار. جميل جدا بصراحة. المعاملة هناك ممتازة 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 ممتازة. الرمل نظيف جدا جدا، الحمامات نظيفة جدا. في شياكة في التعامل، يعني تحس ان حتى الناس اللي قاعدة آم، محترمين كده واخلاق بصراحة. يعني انا اتبسطت جدا. وفي ملاحظة تانية جدا يعني واخدت بالي منها، ان المسافة بين البرجولات وبعضها او بين الشمسيات وبعضها مسافه كبيره، فبالتالي الاسر ما بتبقاش قاعده حاطه بوزها في بوز بعض. ما بتبقيش سامعه الراجل بيتعارك مع مراته بيقول لها ايه. هم قايمين يتغدوا، هم رايحين، هم جايين. لا، كل اسره منفصله بحاجتها بحياتها بالدنيا. البحر النهارده كان فيه رياح، ورغم كده برضو الشاطئ كان هادي ومستقر.
ما كانش فيه امواج عاليه يعني. المفاجاه بقى، خدوا المفاجاه اللي صدمتني. آم، اللانشات بقى والحاجات دي اسعارها بقت فلكيه. جيت سكي بقت سعره الربع ساعه ب 700 جنيه. اه والله العظيم ب 700 جنيه. كان في جيت سكي هناك على شكل عربيه كده اصفر. هنزل لكم برضو فيديو قصير عن الجيت سكي ده، كان جميل جدا جدا، تحفه. بس للأسف من حوالي ربع ساعة ل10 دقايق ب 700 جنيه، وده مبلغ طبعا كبير جدا. مش كل الأسر هتقدر عليه. بصوا ده جزء كده مراجيح حلو قوي برضو، كويس مفيش مشكلة. هو بقى الإياد اتعور في الخشب اللي هو اللي نزل على البحر ده، كان فيه خشبة منهم فيها مسمار. طول الوقت هيبقى فيه دي جي شغال على البسين، والدي جي مسمع الناس كلها طبعا على الظهر. كل اللي انتوا شايفينه ده اتملى ما شاء الله. ما كانش فيه ولا شمسية فاضية. طيب الأطفال هتتحسب، هو يعني المفروض يعني إن الأطفال بتتحسب، بس لو زي الحالة بتاعتي في أطفال توأم، هو حسبهم بتذكرة واحدة، بناء على إن سنهم ما تعداش ال6 سنين. وانتوا لما بتخشوا على الاستقبال، بتدفعوا التذاكر زي ما أنا قلت لكم. أنا بقى طبعا سبقتهم الصبح بدري ودفعت التذاكر، وهم حصلوني وأنا كنت سايبه لهم التذاكر على البوابة بره باسم جوزي وباسم اياد. وانا خدت الشنط بقى والاولاد الصغيرين وتوكلت على الله. انا هنا بقى دخلت على الشمسيه بتاعتي عشان اوريكم ان انا صارفه ومكلفه. اي أيوة والله. الحرمان ملوش حل. انا هنا بقول لكم ان انا جبت الكولمن وجبت البوكس دي. جميله قوي قوي بصراحه. يا دراعي اليمين بتبقى في المصيف. البوكس دي مربعه كده طويله، بتحافظ على السندوتشات والعيش الفينو بشكل جميل جدا جدا. قلت برضه اقول لكم عليها لو حد ما عندوش فكره عنها. فهي بتحافظ على السندوتشات من الميه بقى ومن الرمل ومن من اي بقى اي دبان بقى او اي حاجه. بصوا انا كنت عامله هنا السندوتشات، والعلبه دي كان فيها بسكوت دايت. انا كنت عاملاه بالشوفان. فعشان برضو ايه ما نعكش كتير في الاكل. هو كده كده حصل عكاكان اصلا في الاكل، لان الفطير في مرسى مطروح جميل قوي 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 بصراحه. الافران هنا بتعمله جميله. الفطيره الواحده كبيره كبيره محترمه يعني ب20 جنيه، وطعمها فيه سمنه كده بلدي. طبعا هي اكيد مش بلدي يعني، بس جميله. بوريكم برضو الشنطه دي بتاعت حفظ الطعام. انا جايبه هنا معايا بلح مرسى مطروح متلغمه بلح. البلح بتاعهم جميل جدا جدا، اسعاره رخيصه يعني مش ممكن، يعني ارخص من مصر بكتير. البلح التمر عامل 35 جنيه، واللي انا كنت جايباه ده ب40. وفي اللي هو متغطي بالسمسم كان عامل 45، سعره جميل برضو. وفي الجامبو خالص بقى عامل 50. بصوا هنا برضو انا عامله المجات اللي هي الحراريه دي، جايبه لكل طفل معايا مج حراري. اللي عايز بقى يشرب شاي بلبن، عايز يشرب كوفي ميكس، اللي عايز يشرب قهوه. جميله جدا. بس المجات اللي انا موريها لكم دي احسن بكتير من مجات ستاربكس، لان اولا ما بيبقاش ليها غطا بيتفتح ويتقفل. زي ستاربكس الجلده بتاعته بتتقطع بسهوله وبتخر في الشنطه، وكانت مبهدله لي موبايل قبل كده وعملت لي مشكله كبيره قوي. فانا بوريكم الفرق بين ده وده. لا الذهبي ده احسن بكتير. والاتنين صيني يعني، هما الاتنين صيني بس والاتنين برضو الستانلس بتاعهم 304. ف بس الافضل زي ما انا بقول لكم التاني ده. والبق بتاعه صغير يعني، مش لما تيجي تشربي من البق مش هيحميكي او حاجه يعني يدلق على وشك ولا حاجه. لا 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 بالعكس. ودرجة احتفاظه بالحرارة أعلى بكتير من ستاربكس على ضمانتي. موجود فين؟ موجود في كل حتة. موجود في درب سعادة، كان عامل 165 الواحد. ده الصغير مش الكبير. اياد هنا بقى طبعا جه كل ربع ساعه 10 دقايق يجي هو واخواته يمسكوا في بعض. ده خد نضارتي، ده رماني بالرمل، ده زقني. حتى هم في البحر برضو مش سايبين بعض عراك. طيب بصوا بقى، انا كده خلاص جه الوقت اللي انا هوريكم فيه الجزء بتاع كبار الزوار. طبعا انا لو حد شافني ان انا بتعدى الاسلاك اللي هم عاملينها والشمسيات اللي هي عامله زي البرانيت دي الخوص دي، طبعا انا كنت هتشلوح وكانوا هيعلقوني من قفايا، لان ده جزء خاص بالكبار القوات المسلحه. فما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا كنت اتجاوز الخط ده او اعدي السير ده. بصوا ده جزء خاص كده بالنزلاء. بصوا هعديه بقى، انا ببص يمين وشمال كده زي الحرامية، وهوبا النطة الحلوة. وكان الموبايل هيقع من ايدي، بس الحمد لله ربنا ستر. هو ده بقى جزء كبار الازوار، كل ده تبع غزالة. بصوا بقى الجو هنا عامل ازاي، جزء خاص بيهم. والشاطئ ده كمان متحدد خاص بيهم. واللي في وشنا ده كله شواطئ غزالة بقى، لان احنا جنبنا المعدية. الناس بتركب المعدية وبتروح شاطئ الغرام.
اسفه بتروح شاطئ الغرام بالمعديه تمام. وهنا بقى البواخر كلها اللي بتطلع بقى اللي هم بيقعدوا ايه نص ساعه وساعه في البحر يقعدوا يغطسوا فيها. بوريكوا برضو نظره تانية كده سريعه اخطفها كده قبل ما اتعلق من قفايا، لان هم اكيد شايفيني في الكاميرات من جوه. فانا ايه هنط الحبل دلوقتي وارجع تاني ايه بامان الله الى وطن، الى ارض الوطن. يلا بقى اخلصي بسرعه شويه. طبعا انا كان قلبي بيدق بسرعه بصراحه، خايفه جدا لان ممنوع 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 ان انا اعدي الحدود دي. كده احنا على الحدود، يا رب نرجع ارض الوطن. الحمد لله خلاص اهو الهوبا، الحمد لله رجعنا كده ارض الوطن وداخلين بقى ايه. كده بعدي الحبل بس ماسكه نفسي عشان الموبايل ايه ما يقعش.